I didn't know you could get that big. I kill them all. لكل عشاق الاكشن والخيال العلمي، النهارده انا جايب لك قائمه افلام جديده هتكسر السينمات في 2026. انا مصطفى روبي ودي قناه رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدا. رقم 10 هارت اوف ذا بيست. Good job, buddy. Easy fella. عسكري سابق في القوات الخاصة مع كلبه بيتعرضوا لحادثة كارثية في غابات ألاسكا المتجمدة والمعزولة تماما، وبيلاقوا نفسهم بره حدود البشر ومن غير أي أمل في الإنقاذ. الفيلم بيركز على رحلتهم الأسطورية عشان يرجعوا للحضارة وسط ظروف جوية مستحيلة وإجهاد قاتل، وبيوريك إن البقاء مش بس محتاج قوة عضلات، ده محتاج ثقة متبادلة وعزيمة مش بتنتهي. Out here. Buddy, I got you. رقم 9 رايد اور داي. The day we met, You okay? I knew we would be best friends. Judith, there is a terrible haircut. جوديس وديبي اتنين صحاب من زمان جدا، والكل فاكرهم عاديين لحد ما بيظهر سر واحد بيقلب حياتهم جحيم. ديبي بتكتشف بالصدفة ان صاحبة عمرها شغالة قاتلة مأجورة، والموضوع بيخرج عن السيطرة تماما بعد ما مهمة بتبوظ منهم، وبيلاقوا نفسهم مطاردين من عدو مجهول وما عندهمش مكان يهربوا فيه، وبيدخلوا في رحلة مطاردات مرعبة بتختبر صداقتهم، لان في اسرار بتهد الصداقة واسرار تانية بتوريك مين صاحبك الحقيقي. رقم 8 هاو تو روب ا بانك. More powerful than money. An audience. Rolling. Get out of the car! Is this how to rob a bank? Yeah. Yo, I love your show! Thanks for watching! عصابة محترفة وجريئة جدا من حرامية البنوك بيقرروا يحولوا جرائمهم لبرنامج ترفيهي، وبينشروا كل عملية سرقة بنك لايف على الانترنت. مع كل سرقة شهرتهم بتنفجر والفيوز بتعلى، والشرطة بتقلب الدنيا وبتعمل حملة شرسة ومطاردات عشان توقفهم. بس اللعبة بتتحول لجحيم، لأن كل ما الانتباه والفيوز يزيد كل ما اللعبة بتبقى أخطر ومميتة أكتر. You just need to get there fast. Cops! Oh shit. رقم 7 فوت رايزنج. You know, if you're working on something, maybe I could help. I want to fight for the flag. الفيلم مشتق من مسلسل ذا بويز، وهيرجعنا لفترة الخمسينات عشان يورينا البدايات المظلمة لشركة فوت وصعود شخصيات مرعبة زي سولجر بوي وستورم فرونت. القصة بتبدأ كجريمة غموض وقتل عادية، بس مع التحقيق بيبدأ يتكشف وراها مؤامرة مرعبة وأكبر بكتير من مجرد جريمة. أجواء سوداوية هتكشف لك أصل الجحيم اللي بنشوفه النهاردة. رقم 6 ستريت فايتر. I got good news, y'all. Gathered here are the world's best fighters. لعبة القتال الأسطورية بتتحول لفيلم أكشن مميت. ري وكين بيلاقوا نفسهم مجبرين يرجعوا لحلبة القتال من تاني بعد ما البطلة شون لي بتضمهم لبطولة محاربين العالم السرية والعنيفة جدا. بس البطولة دي مش مجرد قتال عادي، دي وراها مؤامرة دولية مخفية بتجبرهم يواجهوا بعض ويواجهوا شياطين ماضيهم. الفيلم مليان قتالات وفنون قتالية هتعجب عشاق الجيمز جدا. رقم 5 By Any Means. Agent Strider, why did you join the Bureau?
ميكس اكشن وجريمه تاريخي. الاحداث هنا بتدور سنه 1966 في ولايه ميسيسيبي، وبنشوف شراكه غريبه وغير متوقعه بالمره بين قاتل مأجور بتخاف منه المافيا وعميل فيدرالي شاب في الاف بي اي. الاتنين بيحطوا ايديهم في ايدين بعض عشان يحققوا في جرائم قتل مرتبطه بحركه الحقوق المدنيه، وبيكتشفوا شبكه فساد مرعبه وحقائق خطيره بتهدد البلد. ومع وجود الاعداء في كل مكان، التحقيق ده بيتحول لمعركه بقاء وقتال حقيقي عشان يوصلوا للعداله. Let's end this. رقم 4 رانر. You're Hank, aren't you? You're the delivery man. But this is not a FedEx package. There is a little girl that's very sick, and you're delivering her a new liver. If she doesn't get this today, she's not gonna make it. مندوب شحن بيتحط في أصعب مهمة في حياته، ومش معاه غير 3 ساعات بالثانية عشان ينقل كبد لإنقاذ حياة مريض من مدينة بريسبن للجولد كوست. كل ثانية بتعدي بتساوي حياة إنسان، والغلطة أو التأخير مش أوبشن متاح. الفيلم هتشوف فيه مطاردات وسرعة على أعلى مستوى. Just tucking your shoes. I'm tucking my shirt. You're covered in blood. رقم 3 ميوتني. Born and raised in London. Father was a cop, grandfather was a cop. Reed ends up serving under his dad, investigating a human trafficking operation. So why'd he leave the UK? File goes cold. بول ريد شغال مع راجل ملياردير، وفجأة الملياردير ده بيتقتل قدام عينيه بدم بارد. الصدمة هنا ان كول بيلبس القضية وبيتلفق له التهمة، وبيلاقي نفسه مجبر يهرب من الشرطة والسلطات كلها اللي قلبت الدنيا عليه، وبيكون هربان ومطارد من الجميع، ولازم يفك لغز مؤامرة دولية خطيرة جدا عشان يثبت براءته قبل ما الوقت يخلص. رقم 2 ذا اند اوف اوك ستريت. We can't leave. How the hell is that even possible? حي سكني هادي. فجأة بعد حدث كوني غامض ومجهول، الحي ده باللي فيه بيتنقل لمكان تاني خالص بره كوكب الأرض، ومحدش يعرف هو فين. عيلة بلاد بتلاقي نفسها معزولة تماما عن العالم اللي يعرفوه، ومجبرين يشتغلوا مع بعض عشان يعيشوا ويفهموا الحقيقة المرعبة للمكان ده. بس الصدمة الحقيقية كل ما بيدخلوا ويعرفوا المكان أكتر، بيكتشفوا إن المكان ده ممكن ما يسيبوهمش يرجعوا تاني أبدا. رقم 1 سبايدر مان براند نيو داي. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now. بيتر باركر بعد ما العالم كله نسي هويته وبقى وحيد تماما، بيقرر يرمي حياته العادية ويبقى سبايدر مان طول الوقت. بس مع زحمة الضغط والعزلة اللي بتوصله لآخره، بتبدأ جواه تحولات مرعبة وخطيرة جدا. ولما بيظهر عدو قوي وجديد من الضلمة، You get rid of that monster inside you? How MJ's doing? You're not gonna get away with this. بيتر بيتحط في أصعب اختبار. هل يضحي ويحمي عالم ما يعرفوش أصلا، ولا يستسلم للوحش اللي بدأ يتكون جواه؟ الفيلم باين من الإعلان إنه سوداوي مليان أكشن ودراما نفسية مختلفة تماما عن اللي شفناه قبل كده. No matter how powerful you become. I miss you, mate. Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. Did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready? اعمل لايك للفيديو لو عجبك، ولو بتحب النوع ده من الفيديوهات اشترك في القناة عشان يجيلك كل جديد عن السينما والأفلام. أشوفكوا على خير.